دلوقتي جالك اعلان طلب منك انك تنفذ هذا الاعلان، عشان برضو نبقى في بروسس كده احنا ماشيين عليها. في كل مره برضو هتكلم في حته فنيه وحته اعلانيه شويه. مثلا في التمثيل مثلا، انا جالي كاركتر دلوقتي اللي انا فهمته ان كل شخصيه بيبقى ليها مدخل مختلف على حسب الكاركتر. انت انا بتكلم على التحضير بتاع الشخصيه. فهل انت كل اعلان بيبقى ليه مدخل مختلف، ولا انت ليك بروسس معينه بتعملها في كل اعلان وخلالها بتجيلك المدخل؟ لا مش شرط كل اعلان ليه مدخل مختلف. في اعلانات شبه بعضها او مداخلها شبه بعضها انت بتعرفها مع الخبره. حلو. ولكن انت لازم تعامل اي بريف، حتى لو البريف ده، ما هو بص، انت هيجيلك بريف ان الباقه كبرت او ان او ان بقى عندك ضعف الباقه. البريف ده اشتغل عليه كل كرييتيف مليون واحد قبل كده، عمل مليون اعلان عليه، وصلوا نفس الرساله بطرق مختلفه. انت هتعملها ازاي بطريقه مختلفه المره دي؟ هي دي بقى فكرتك، دي الانبوت بتاعك انت بالظبط. طيب خلينا قبل ما نكمل نقول على حاجه مهمه جدا جدا جدا. احنا هنا في قناه في السين، ولكن الحلقه دي يعتبر انا مش عارف ممكن ننزلها في التو شانلز او لا، بس حتى لو مش كده في وعايزك تبقى تحط اللينك في الديسكربشن. ما تنساش القناه بتاعتي، القناه بتاعت عرفه واتس فكر، دي متخصصه اكتر في موضوع الحلقه اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. طبعا احنا الشانل بتاعتنا مفتوحه على كل حاجه، بس انا بتكلم دي تخصصيه اكتر في مجال الاعلانات والكتابه والحاجات دي كلها. انا شايف ان المعلومات دي بجد يعني كنز لاي حد عايز يبقى كوبي رايتر او يشتغل في مجال الاعلانات. فبرضه انت اسمها وات ذا فكر، وات ذا فكر كلها جنب بعض، WHAT. كمل انت. THE وفكر FEKR كلها كده جنب بعض. كل ما له علاقه وليه في فيديوز تانية كتير جدا ليها علاقه بالموضوع بتاع الاعلانات، هتستفيدوا منها جدا جدا. برضه احنا لا نبخل، اصل عارفه حتى لو احنا على قناتنا ان احنا واحد، لا نبخل على جمهورنا بان هو يلاقي مصادر تانية. وعايز اقول لك على حاجه، التشانل دي تعتبر من الشانلز القليله جدا 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 على اليوتيوب اللي بجد هتلاقي فيها المحتوى اللي ليه علاقه بكتابه الاعلانات وكده. المحتوى ده قليل جدا بصراحه، وحتى اللي بيعملوا كونتنت عندهم مش كتير. فانصحكم ان انتوا تروحوا لوات ذا فكر زي ما هو قالها بالظبط. هتلاقوا حاجات كتير جدا مهمه.